السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شقق الاسكان الاجتماعي. في ناس كتير عايزة تقدم وناس خايفة وناس جات لها التخصيص بتاعها ومش عارفة لما تيجي تستلم ازاي. فانا جاية اقولكوا تستلموا ازاي وايه العيوب وايه المميزات اللي في شقق الاسكان الاجتماعي، وفي نفس الوقت اعرف الناس اللي جالها التخصيص بتاعتها وعايزة تستلم تخلي بالها من كام نقطة. تابعوا الفيديو معايا للآخر علشان تعرفوا كل حاجة. أولا احنا في منطقة 390 فدان، مفروض ان ده اعلان عاشر، بس في ناس اتخصص لها من الاعلان ال14 في المنطقة دي. منهم انا، طبعا انا كنت اعلان 14 بس اتخصص لي في المنطقة، في منطقة 390 فدان. الفيو كده زي ما حضراتكم شايفينه، كويس مش وحش، والمنطقة إلى حد ما عمرانة بنسبة 30-40%. طبعا ده كان أول فيديو صورته أول ما رحت الشقة، وكنت مبسوطة جدا بالسيراميك وإنه مختارين سيراميك مش قديم، سيراميك مودرن وكده. آه دي من ده زي ما قلت لكم اول فيديو. طبعا ما خدتش بالي من العيوب ومن الكوارث اللي هتشوفوها دلوقتي. ده كده منظر الحمام. طبعا اول مرة لما رحت ما كانش فيه مية ولا نور علشان اعرف الكهرباء دي شغالة ازاي او المية، ومع ذلك خدت بعضي وكنت فرحانة ومشيت. اول بقى ما استلمت برضو ما كانش فيه كهرباء، ما نزلتش سيستم ومش سيستم. المهم ان هما بيسلموكوا الباب متقفل بستريتش كده، فلا افتحوه عشان طبعا زي ما انتوا شايفين المنظر، الباب مشروخ، حتى الرخامة مشروخة. وده طبعا بعد ما مسحت الارض. بعديها كده بفترة رحت اصور تاني، لقيت بقى كل اوضة متكسر فيها 4 5 6 بلاطات سيراميك، غير طبعا الارض متطبلة. ده كده السيراميك بتاع المطبخ. حتى البلكونة الصغيرة فيها كمية، يعني مفيش حاجة. فلما تستلموا يا جماعة يا ريت تكنسوا وتمسحوا السيراميك وبعد كده تبقوا تستلموا. آه، دي كده الأوضة التانية، عشان الأوضة الأولى كنت سايبة فيها شوية حاجات كده. ده الفيو بتاع الشقة بتاعتي، بس ده فيو خلفي بس الصراحة يعني هو على عمومي برضو. وده كده الحمام. عايزة اقول لكم بقى الحمام وما ادراك ما الحمام. انا اول ما فتحت الحنفية بصوا هتلاقوا كمية مية رهيبة نازلة، ما اعرفش نازلة منين، وكانت بتطلع لي اصلا من تحت من تحت السيراميك. والبلاعة دي كانت جواها آه، كمية حاجات كده، طوب وحاجات سايبينها. ودي كده كانت اوضه النوم.